بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي بيفعص المانجا كالعادة ويوصل كسب المانجا ويوصل عقدتهم التاريخية إنك تفضل كاسبهم وتفضل دايس عليهم 14 سنة متتالية، اللي هو آخر فوز ليهم عليك 2010، وفي الآخر تلاقي واحد بجح يقولك أنت ليه ما تجيش تلعبني في الإسماعيلية. والنهارده يعني حاجة كانت معتادة إنك تلاقي بيرسي تاو، وتقريبا ما بيفوقش إلا على الإسماعيلي، يعني تلت جوانه أصلا مع الأهلي في الإسماعيلي في 4 مباريات قدامهم 6 جوان. ايه يا اسطى، انت ايه بينك وبينهم يا اسطى؟ ده انت تحب عصير المانجا يعني ولا ايه؟ والنهارده برضو يعتبر عايز اشيد بواحد، هو مش راجل مباراة بس، هو راجل المرحلة وراجل الفترة اللي فاتت، واكتر واحد يعتبر يستحق الشكر ويستحق انك تمدح فيه. هو مصطفى شوبير، في ظل العك بقى اللي قدامه من اللعيبه في الدفاع والسرحان والتوهان. هو اللي بتلاقيه دايما في ماتشات صعبه بيخرج لك بكور وانقاذات بتبقى ممكن تكلفك ماتش زي النهارده كده مثلا. من وجهة نظري هو اصلا صادد بتاع 3 4 كور كانوا خطيرين جدا، كان ممكن الاسماعيلي يرجع في الماتش او يتعادل معاك بدري. في ظل اصلا اللي هو كان ممكن يكسبك بفضل ان الحكم حسب عليك ضربة جزاء من وحي الخيال. يعني سبحان الله، رامي ربيعة وقع اتزحلق جوه المنطقة، قام سبحان الله الواد خد له غطس جوه المنطقة، بقت ضربة جزاء. في ظل ان في ضربة جزاء بعدها بتاعت امام، الواد داخل فيه في رجله اصلا ولمس رجله فعلا، فيه تلامس ودخل في رجله. يعني دي يعني يا ريته حتى كلف نفسه اللي هو يرجع للفار ولا اي حاجة يعني. المهم يبتدي الماتش. الشوط الاول الاهلي بادئ بضغط، وبادئ اللي هو بيروح بهجوم بكثافة هجومية، بس بتحصل حاجة اللي هي عكس المتوقع، اللي هو يطلع عبد القادر الإصابة. وحتة الإصابة ديت يعني بقت مقرفة جدا يعني. بقيت كل ماتش ولا التاني لازم يخرج عندك واحد ولا اتنين مصابين، يرجع لك لعيب تعوض لعيب مكانه في المستشفى يعني. بقت حاجة مقرفة جدا. المهم ينزل مكان عبد القادر حسين في الدقيقة 26. الأهلي يفضل يضغط يلعب فاول كده كويس، يجي معلول يلعبها تسديدة كويسة جدا، بس الكرة تيجي جنب القايم بحاجة بسيطة. الأهلي بيواصل الضغط بيلعب كورة كتير، تيجي كورة من هاني لوسام، وسام يسحب المدافع في ظهره ويلعبها تخبط المدافع يجي يشتتها، تيجي في تاو يقوم مسدد تسديدة حلوة جدا تلمس في رجل المدافع بتاع الإسماعيلي، والجون الأول للنادي الأهلي. يحاول الاسماعيلي بعدها اللي هو يمسك كوره ويعمل هجمات وكده، بس خط النص اللي هو كان بيبقى فيه افتكاكات كتير من مروان وكوكا. الاهلي كان بيقدر يمسك الريتم، يعمل اللي هو عايزه، يروح بكور يخلص الشوط الاول زي ما هو عاوز، متحكم في الريتم. يبتدي الشوط التاني. الاهلي بيحاول يجيب التاني وبيروح بكذا هجمه لحد ما تيجي كوره لعلي معلول. النهارده يعني بيزود كتابه في التاريخ، بيصبح اكتر لعيب في تاريخ الاهلي عامل اسيستات يعني بجد. يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا اسيست للرائع الجامد امام، اللي يلم المدافع الاسماعيلي ويشمع الكرة برجله الشمال في المقص بطريقه معلمه يا اسطى. ايه الحلويات دي يا صاحبي؟ الهدف الثاني. وبعدين بقى الاهلي يهدي الريتم خالص، يمسك كوره يستحوذ ينقل هجمات بيروح بكذا كوره. في كوره كان ما بين حسين اداها تاو قام اداها له تاني. حسين شط بس لمست في المدافع وطلعت بره. يعني برضو كان في النهارده في يعتبر فوقان نسبي لتاو، وفي برضو حسين ابتدى يعني يجيب يعني حاجه من مستواه. بس طبعا حسين مع ماتشات غايب بقاله كتير، باذن الله يرجع تاني لفورمته ويرجع لمستواه. والنهارده يعني الاهلي يعتبر كان مسير المباراه زي ما هو عايزه، بس كان في غلطات كتير من الدفاع، في غلطات من رامي، في غلطات كده في المسانده مع هاني يعني برضو. فانا كنت اتمنى ان عمر كمال يبدا النهارده ويبقى عندك زياده هجوميه اكتر من كده، يبقى عندك عرضيات اكتر من كده، يبقى عندك كور كتير اللي هي تروح لوسام اكتر من كده. المهم ينزل عندك موديست، وينزل عمرو السولية مكان إمام، وينزل موديست مكان وسام، ويعتبر الماتش زي ما هو موجود. انت مسكت نص الملعب بقيت تروح بكذا كورة، بس جايت عليك كذا كورتين كده في الآخر يعتبر من توهان من اللعيبة نفسها. بس الحمد لله مصطفى شوبير يقدر يتعامل. انت بحاجة في الماتشات ديت انك تحسم الماتشات دي وتاخد 3 نقط، لان 3 نقط هيفرقوا معاك لحد ما تضمن حتى مركز تاني دلوقتي، لان هياخدوا بنتائج الدور الاول، فدي هتفرق معاك نسبيا.
3 نقط مهمة جدا. تصديات جامدة من اوفا شوبير. بجد يا اسطى انت مش راجل المباراة بس، انت راجل المرحلة دي. كل الدعم للنادي الاهلي في اللي جاي، وباذن الله الاهلي يعالج الاخطاء، وباذن الله يبقى الدفاع اقوى من كده، وباذن الله الماتش الجاي نلاقي ياسر جنب منعم والدفاع يتظبط. ودي هتفرق جدا مع مصطفى شوبير، وهتفرق جدا في اللعب الاهلي عامه، وهتفرق جدا لما يبقى عندك كده يعتبر كل الخطوط هتبقى متوازنه. السلام عليكم.